سلام سلام زينات، فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى انه يلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه واحسن الاحوال. اليوم حبيباتي جيتكم وجبت معايا وصفه سوفلي ولا اروع بطريقه بزاف شابه بريزونطابل، توالم هكا للعرضات للمناسبات ولينا حنايا ناكلوهم بالصحه والهنا. اول حاجه البنات قبل ما نبداو الوصفه تنساونيش لايك واشتراك هكا باش تدعموني وباش ايضا يوصل الفيديو لاعلى نسبه مشاهده ويستفاد منه الجميع. هكذا البنات اول حاجه نبداو بالحشو اللي بزاف 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 بنين، قد ما نقول لكم عليه ما نوفيلوش حقه، لازم تجربوه. اول حاجه البنات هنا عندي كميه تاع البصل، درت حبه كانت كبيره خليتها تقلات مليح، ومن بعد درت معها هذاك اللحم دجاج المفروم هكذا، درت له لي زيبيس. هنا درت غير ملح فلفل الكحل ودرت له توابل الدجاج. هكذا بعد ما تقلاو معايا مليح طاب معايا هذاك اللحم المفروم، زدت له كميه تاع زيتون هذاك الخضر اللي يجي مقطع، وهكا على جنب يعني في نفس المقلاة درت ملعقه تاع زبده، زدت معها ملعقه تاع فرينه هكذا، خليت شويه هذيك الزبده دابت معايا. هذا الحشو يا البنات جربوا هذه الطريقه، واحد البنه ما عندي ما نحكي لكم عليه. زدت معاه هنايا واحد نص كاس برك هكا تاع الحليب هكذا، خلطتهم مليح، خليت حتى يتقال معايا هذاك الخليط كيما راكم تشوفوا. زدت معاه ملعقه كبيره تاع فرماج، هنا قد ما ديري الفرماج قد ما يجيك بنين، وخلطت الكل مع بعض. هاكو شتو طريقه يعني سهله في مقله واحده، كيما نقولوا دو زانا، هكذا عصفورين بحجر هكذا. وجاتني هذيك الحشويه البنات بزاف بنين وكريمي ما يتشبعش. في الاخير رميت له هذاك الرشه تاع المعدنوس اللي لازم تكون ضروريه هكا باش تنسم لنا هذا الحشو، وهكذا كان طاب معايا وخليته على جنب حتى يبرد. بالنسبه للعجين عندي كاس حليب دافي، زدت معاه ملعقه تاع خميره وملعقه تاع سكر هكا، وخلطتهم مليح بالفويح حتى يندمجوا مليح معنا. زدت معهم ايضا كاس تاع فرينه، هذه الفرينه انا كنت مغربلتها مسبقا هكذا، وخلطتهم مليح وغطيت العجين خليته حوالي 10 دقائق. كيف فاتوا عليه عاودت وليت زدت له 4 كاس تاع الزيت، زيت نباتي تحبوا ديروا زيت الزيتون تقدروا. وضفت له كاس فرينه ومغرفه صغيره تاع الملح هكذا، وخلطتهم مع بعض. وانا ما نكذبش عليكم نحب نستعمل يدي احسن، نحب نمس العجينه. زدت معاه ملعقه صغيره تاع خماره الحلوى هكذا، وخلطتهم كامل مع بعض. زدت الكاس الثاني، عفوا هذا الكاس الثالث هكذا، نضيفه بالتدريج. لازم العجينه تاعي تجي تتلاصق شويه، ما تيبسوهاش باش تجيكم هاد العجينه تجيكم بزاف طريه هكذا. انا هذاك الكاس الثالث ما استعملتوش كامل، دوك تشوفوه معايا. شتو العجينه كيفاش جات تجي تتلاصق في اليد هكا، وغطيته خليته يخمر. هذاك واش قعد لي من الفرينه، قعد لي نص كاس. بعد ما جازت عليه مده وخمر، هكا على بالكم في الشتاء طول شويه الحاله، انا هنا كنت شاعله الفوغ باش سخنت لي شويه الكوزينه و ميم طون يخمر معايا. والفوغ دائما تشعلوه مسبقا هكذا، كي ديروا بيتزا ديروا لي سوفلي هاد المملحات كامل شعلوا الفوغ لازم يكون سخون. درت هذيك العجينه كيما شفتوا معايا، درتها دي بودا هكذا وقطعت هكذا، درتهم على شكل كريات صغار. وشوفوا الله يبارك الكميه اللي خرجت لي هاد العجينه هكذا، وكورتهم على شكل كريات كيما راكم تشوفوا. درت فوق البلان دو طرافاي شويه فرينه هكا باش ما تلصقش معايا، ونشكلهم كامل. خرجت لي واحد 17 هكذاك، 17 حبه ما شاء الله. بالنسبه يعني هكذا للمقادير 2 كيسان ونص تاع فرينه تخرج لك هذه الكميه، الله يبارك.
دوك نكمل كامل معاكم هذا باش ما يجيش الفيديو طويل. بعد ما كملت شكلتهم غطيتهم هكا بالساشي باش ما ينشفوش، ما يضربهمش الهواء، ينشفوا معاكم. هذاك الحشو كان برد لي. البنات لازم تخلوه حتى يبرد مليح باش ما تقطعش معاكم العجينه. هكذا وبديت تحكمت بالكريه الاولى اللي كنت درتها، وبديت نحلها بهذه الطريقه. هكذا استعينوا شويه بالفرينه، ما ديروش بزاف، شويه برك هكا باش ما يلصقكمش. كيما قلت لكم العجينه هذه راهي طريه ولكن يعني سهله في التشكيل. هكذا شكلتها على شكل دائري، قسمتها بالموس كيما راكم تشوفوا. يعني تبعوا برك الطريقه راهي سهله بزاف، والشكل تاع هاد السوفلي يجي بزاف شباب راقي، تقدروا تديروه يعني لمناسباتكم. هكذا وبديت ندور في هذيك العجينه بهذه الطريقه. هكذا كيما راكم تشوفوا. هنا استعينوا يعني شويه بالفرينه. هذاك الحشو هكذا تدخلوه مليح، ومن بعد استعملوا شويه بالفرينه برك هكا يعني باش تقدروا تغلقوه. يعني هو راهو ساهل ماهيش حاجه واعره. هكذا كيما راكم تشوفوا. شوفوا وشنو غلقوه مليح البنات باش كي يكون يطيب ما يخرجش معكم هذاك الحشو والفرماج اللي درناه. هكذا ودرت له هذيك القلبه. انتم اصلا كي تكونوا تشكلوا فيه هو وحده مع الاخر تجيكم هذيك الطيه تاع العجينه. هكذا نزيد معكم واحده اخرى. شوفوا البنات حلوها، كي تحلوها حلوا السمك تاعها رقيق باش ما تجيكمش من بعد معجنه لداخل. لكن يعني ناكد لكم انه هذا العجين يجي بزاف خفيف. هكذا ديروا الحشو في الوسط، ما ديروش بزاف، حوالي واحد الملعقه صغيره. زدت مع ايضا جبن اللي عندكم اللي تحبوه، النوع اللي تحبوه تقدروا ديروا ايضا جبن مبشور عادي. هكذا وبديت ندور بهذه الطريقه. شوفوا هذيك الطيه هاي اللي شوفوا كيفاش درتها، ونغلقوها من الفوق. لا شتو كانت العجينه يعني بزاف نحوها باش ما تجيش معكم معجنه يعني، ولا كانت شويه زياده هكا من الفوق تقدروا تنحوها عادي. هكذا ودرتهم كامل فوق الصينيه اللي ندخلها للفرن. جاتني كميه كما قلت لكم لا باس بها، حوالي 17 18 وحده هكذا. هنايا عندي صفار حبه بيض، درت لها شويه تاع الخل وشويه واحد الملعقه تاع الحليب هكذا باش يعطيني هذيك التحميره الشابه اللي نحوس عليها. ودهنت كامل هذوك السوفلي تاعي هكذا. دهنوا الجوانب يعني ما تخلوا حتى مكان ما تدهنوش، هكذا باش يتحمر معكم كامل ويتحمر مليح. هنا عندي جلجلان، عندي سانوج. تقدروا ديروا ايضا بذور الشيا، تقدروا ديروا يعني هاد الزرارع نتوما واش تحبوا ديروا. تقدروا ايضا ديروا الشوفان. هكذا انا في هذيك الطيه كنت درت فيها هذاك السانوج. هكذا وفي من الجهه اللي يعني اللي من الفوق درت كميه تاع الجلجلان هذا عادي ما راهو محمص ما والو. دوك في الفوق يعني ياخد شويه لون هكذا. واللي تحب كيما قلت لكم باش يجيها السوفلي تاعها محمر شباب ضيفوا هذيك الملعقه تاع الحليب مع الخل هكذا. وهنايا كان السوفلي تاعي واجد بهذه الحله الجديده والشابه. يعني العين احيانا ماشي احيانا دائما كي تشوفي الحاجه تشهيك يعني من المنظر تاعها، لكن كانت شابه تفتح لك النفس باش تاكليها. هكذا مرة على مرة واحد يبدع شوية يبدل، ماشي دايما نديرو السوفلي بنفس الطريقة. وهكذا كما قلت لكم تقدروا حتى تحطوه في المناسبات تاعكم، او جاي سيدنا رمضان ان شاء الله يبلغنا رمضان بالخير والصحة والهنا ان شاء الله يا ربي. ندير لكم هكذا انواع تاع مملحات اللي تقدروا. وفي القناة اصلا راني دايره انواع تاع مملحات. اللي ما زارتش قناتي نتمنى انها تنورني بزيارتها وتشوف الفيديوهات السابقة. عندي بزاف فيهم وصفات هكا تاع السوفلي باشكال مختلفة. اللي لحقت معايا حتى لهنا نقولها حبيبتي لايك ما تنسينيش به، لانه هذاك اللايك تاعك هو اللي يطلع لي الفيديو.
ان شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم يكون نال اعجابكم. ما بقى لي غير نقول لكم الى فيديو اخر وصفة اخرى، ومع السلامة.